بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة يا رب. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا. هنعمل معاكم الغريبة بأسهل وأسرع طريقة. يا ريت تتابعوني للآخر، فيها تكات ومش هيطلع مبصم معاكم، وهيطلع ناعم ومستوي آخر حلاوة. وطريقة لو جربتوها مش هتعتمدوها دايما. معانا 300 جرام سمنة، ومعانا 150 جرام سكر، ومعانا 450 جرام دقيق أو 4 كوبايات دقيق. هنجيب السمنة بتكون يعني مش سايحة ولا جامدة، بتكون هي طرية كده. نجيب السمنة ونحطها زي ما انتوا شايفين كده في تكات، هتشوفوها هتطلع معاكم غريبة. في ناس كتيرة ما بتحبش تعمل الغريبة. من بعد الفيديو ده الكل هيعملها، لأنه فيديو مميز جدا جدا زي ما قلت لكم. هنحط معلقتين لبن بودر، ونبتدي نجيب المعلقة وندعك السمنة في السكر، عشان لما نجيب المضرب الكهربي ما يتغيرش علينا السكر. بعد ما دخلنا السكر مع السمنة بالطريقة دي، هنجيب المضرب ونضرب فيه لمدة ربع ساعة لحد ما يدينا قوام كريمي وفوم عالي كده معانا. نبتدي نضرب فيه، وهتشوفوا هيبقى معانا، يعني هيزيد معانا ازاي، وهيتغير اللون من اللون الأصفر ده للون الأبيض. وكل شوية نجيب اللي على الجوانب ونضرب تاني عشان الكل يتضرب كويس ضرب مبرح. شايفين اللي في الوسط اتغير اللون بتاعه. في حاجات هحطها في الفيديو هتخليه تدمني عمل الغريبة. ونبتدي نضرب كل شوية، نعمل كده لحد ما يدينا قوام كريمي لمدة ربع ساعة. شايفين زاد معانا وبقى فوم عالي زي الكريم شانتيه. هنبدأ نمسح برضو اللي على الجناب ونضرب تاني. لمدة ربع ساعة واحنا نضرب. كل ما نضرب اكتر كل ما هيديكي نعومة اكتر، ومش هيبصم معاكي، وهيفرش ومش هيشقق معاكي. نمشي بالطريقة دي لحد ما ناخد افضل وضع للكريمة اللي احنا عملناها دي. هيطلع شكل كريمي في منتهى الحلاوة. هي اهم خطوة في الخطوات دي الضرب بالمضرب في اللحظة دي. كل ما تضربي اكتر كل ما يديك. وكده خلصنا الضرب. هنجيب بعد كده الدقيق، حاطين له ذرة ملح ومنخلينه نخلة كويسة. ويا ريت الدقيق يكون ماركة كويسة، لأن كل ما كانت ماركة كويسة كل ما اداكي نتيجة أفضل. هنقلب كده بالطريقة دي في الأول، وبعد كده عندما تدخل الدقيق بنبتدي نشيل المعلقة ونشتغل بإيدنا، لأن إيدنا بتدي
يعني بتحسي بالعجين اكتر بالايد اكتر من النظر بالعين. وطبعا احنا ما بنزيدلوش اي مواد سائلة بعد كده، هو التقليب بتاعه، واحنا مش بنعجن، احنا بنقلبه، بس بنقلبه كتير. كل ما نقلبه كتير ده هيدينا نتيجة افضل. وطبعا انتوا عارفين احنا بنختبر العجين بتاعنا ازاي. هنختبره دلوقتي قدامكم مرة واتنين وتلاتة لحد ما يفضل يدينا افضل نتيجة. اهو بنعجن باطراف صوابعنا كده لحد ما نلمه، وبعد كده ناخد حتة منه وندوس شقات، يبقى لسه عايزة عجن تاني. بعد كده ناخد عينة تاني بعد ما نعجنه تاني كده تمام. هنبتدي نجيب الصاج بقى ونعمل كرات صغيرة نختبرها الأول في الفرن، فلو فرشت يبقى هنحتاج نعجن فيه تاني، ولو ما أو شقة أو شقة، لو ما فرشتش يبقى كده العجينة تمام. نبتدي نعجن. لازم تعملي الاختبار في الغريبة. لو اني انا واثق منه مش هيفرش معايا، انما انا يعني بوريكم الطريقة اللي انت تمشي بيها عشان ايه ما يبوش معاكي الغريبة. وبنعمل حبات يعني ما بتزيدش عن 5 جرام او 6 جرام، وبنحط لها التزيين بتاعها، يا اما فول سوداني من فوق زي ما انتم شايفين، يا اما حلاوة ملونة، يا اما الحمص الفضي. هنحطه كده في الفرن، وهو طلع معانا من الفرن ما فرش ولا عمل اي حاجة، واخدت وضعها الغريبة معانا، وهو اللون بتاعها مستوي من تحت. وطبعا احنا بنخليها بمجرد ما نحرك واحدة منها بنشيلها على طول. هنكمل العجين نقطع الغريبة بتاعتنا كلها كده بنفس الطريقة، ونبتدي نحط عليها التزيين بتاعها، يا إما الفضي، يا إما ال- الحلويات الملونة، يا إما فستق، يا إما الحاجة اللي عندك للتزيين بتحطيها. وزي ما قلت لكم الكرة ما بتزيدش عن 6 أو 5 جرام، بتكون صغيرة كده وهي بتاخد وضعها في الفرن. وبنحطها على فرن 170 درجة لمدة حوالي ربع ساعة، وكل شوية بنقلب بنلف الصينية يمين وشمال عشان الاستوى يكون متساوي معانا. كده هنحط المجموعة دي التزيين بتاعها. نواعم العيد دي أفضل نوع، اللي يحب يشتغلها بتبقى هواية وصنعة، واللي يعني بتخلي الواحد يفنن في، أو عشان يطلع أفضل وأحسن نتيجة. فكل سنة بنعمل حاجة أحسن من السنة اللي قبلها. فالسنة دي بصراحة طالعة النواعم معانا آخر حلاوة. هكمل وارجع لكم تاني. وكده كملنا كل الكمية، هندخلها على فرن زي ما قلنا 170 درجة، وهنطلعها ونشوفها اهي طلعت معانا. شايفين اللون هو مفيش، ومن تحت شايفين دايبة ازاي، واللون بتاعها من تحت مستوي واخر حلاوة. فليه تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي رأيكم ايه فيها.
واللي وصل معايا لحد هنا يا ريت لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. ولو عندكم أي وصفة عايزينها يا ريت تقولوا لي، وأنا هحط لكم كل الروابط بتاعت الفيديوهات بتاعت نواعم العيد، اللي يحب يشوفها ويجربها يا ريت، وتقولوا لي رأيكم فيها بصراحة. هنشيلها كده في الطبق ونحطها، وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. فلو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش زي ما قلت لكم في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ودعوة حلوة منكم. وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك. جعله الله أيامكم كلها سعادة وهنا وسرور. وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.